السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نشوفوا l'introduction à la gestion de stock. غنشوفوا في الاول التعريف ديال gestion de stock والتعريف ديال stock. بالمناسبه كاين واحد لا فيديو كنوضحوا فيه الفرق ما بين stock magasin et entrepôt. الرابط ديالو غادي يبان لكم في الشاشه. ثاني حاجه الاهداف ديال لا gestion de stock، وثالث حاجه الدور ديال لا gestion de stock. نبداو بالتعريف ديال gestion de stock. لا جيستيون ستوك هي واحد الوظيفة أساسية ومهمة في لا لوجيستيك ومباشرة في السوبلاي تشين. هاد الوظيفة كتهتم لينا وكتركز على الأنشطة أو الطرق اللي كيسمحوا لينا أننا نقوموا بالمراقبة والتحكم وحتى التقليص من ستوك أو الكمية ديال السلع الكافية اللي كتحتاجها الشركة. ملاحظة، حيث كيف ما كنعرفوا أنه ستوك هما فلوس في الصورة ديال السلع. التعريف د ستوك هو الكمية السلع اللي كتشريهم الشركة باش تستعملهم، تحولهم او لا تبيعهم. داك ستوك او الكمية كتلعب دور كبير في المسيرة والتسيير ديال العمليات داخل الشركة اللي ذكرناهم، كتستعملهم، كتحولهم او لا كتبيعهم. كيلعب دور كبير هاد ستوك باش نرضيو الزبائن ديالنا وباش حتى الشركة تربح. ملاحظة، الا درنا جيستيون افيكاس ومزيانه ديال الستوك فهاد الشيء كيعطينا واحد الميزه كبيره للبيئه الاقتصاديه ديال الشركه، بحيث هاد الستوك كيعاوننا تكون عندنا سرعه في الانتاج. هاد الشيء اللي غيخلي الشركه تكون عندها قوه في الحضور مقارنه بالمنافسين ديالها. الاهداف ديال لا جيستيون ستوك: اولا assurer la disponibilité des produits. الهدف الرئيسي ديال جيستيون ستوك هو نضمنوا باللي داك لي برودوي او لي ماتيير بروميير الاساسيين يكونوا متوفرين في لو بون مومون اي لي بون كونتيتي، باش نجاوبوا على هاد الحاجيات ديال لي كليون ديالنا او الحاجيات ديال المصنع ديالنا، كنقصدوا الانتاج او لا برودكسيون. هادشي اللي كيحمي الشركه باش ما تطيحش في لي روبتور دو ستوك، يعني يتسالى لينا ستوك اللي كيتسبب في فقدان المبيعات، يعني الارباح. يعني كل ما الا ما بعناش ما غاديش نربحوا، او لا يوقف لنا الانتاج اللي حتى هو النوع ديال الخسائر. اوبتيميزي لي كو او لا التقليص من التكاليف. الجيستيون ستوك كتهدف حتى للتقليل من التكاليف اللي عندهم علاقه بالتخزين، لي كو دو ستوكاج اللي هما الكراء ديال لوزين، الالكتريسيتي، لا مان دوفر، لي كو دو ديتونسيون دي ستوك هي لاسيغونس، لا ديبريسياسيون، لوبسوليسونس يعني التامين اللي كنخلصوا على داك ستوك، او لا ديبريسياسيون او لا لوبسوليسونس يعني داكشي كيبقى قدام عندنا كيولي اوبسوليت ما صالحش. لي كو دابروفيزيونمون، لي فري دو كوموند او دو ترونسبور، يعني مثلا داك المصاريف اللي كنصرفوا على الترونسبور باش توصلنا السلعه. ثالثا مانتونيغ ان ايكيليبر اونتر اوفر اي دوموند، كيسمح لينا لا جيستيون ستوك باش اننا نديرو واحد التوازن ما بين الطلب والعرض، الطلب اللي كيقدموه لينا لي كليون ديالنا، وهذا التوازن كيكون مبني على الحفاظ على واحد الكميه اللي كتسمى ستوك اوبتيمال، يعني ما يكونش عندنا واحد لو سور ستوك اللي هو ستوك اكثر من القياس اللي محتاجين، او لا سو ستوك اللي هو ستوك قل من القياس اللي محتاجين. رابعا اميليوري لا ساتيسفاكسيون كليون. لا جيستيون ستوك كتساعد على تطوير العلاقه مع لو كليون، هادشي اللي كيزيد من لا ساتيسفاكسيون دو كليون، وداكشي مبني على الميزه اللي كتعطينا لا جيستيون ستوك اللي هي لا ليفريزون رابيد، يعني لا ماتيير بروميير او لا برودوي فيني كيكون ديجا متوفر في ستوك. هكا كنقوموا مباشره بالليفريزون اللي كتخلي الكليون ديالنا ديما ساتيسفي معنا. هكذا كنكونوا ديما في حسن الظن ديال لي كليون وديما كنوفروا ليهم الحاجيات ديالهم. خامسا ريدوير لي ريسك. لا جيستيون ستوك افيكاس كتسمح لنا اننا نقصوا او نتجنبوا تصدع لنا السلع او لا تقدام او لا تخسر حيت ما عرفناش نتعاملوا معها، بحال الا جبنا كونتيتي زايده سور ستوك وما تكونسوماتش. ثانيا اللي هو لو رول برينسيبال دو لا جيستيون ستوك. الدور الرئيسي ديال جيستيون ستوك هو التوفير ديال الدعم والاحتياجات باش ما يكون حتى شي خلل في كاع المراحل ديال السوبلاي تشين، اللي كنقصدوا بها العمليات من الفورنيسور حتى لو كليون، وكيحمينا فاش كيكون فرق ما بين العرض
اللي كيتقدموا الشركات والطلب ديال لو كليون. هذا الفرق كيشكل خطر وتهديد على الشركه. اللي كنقصدوه من هذا التعريف هذا هو ان ملي كيكون عندنا واحد ستوك واخا كيتعطل علينا الفورنيسور ما كيعطيناش يعني داك لا فورنيسور او ما كيعطيناش داك لا ماتيير بروميير اللي كنشريو من عنده، فان لا جيستيون ستوك الا كان عندنا واحد ستوك زايد شويه فانه كيحمينا اننا ما تسالناش السلعه، وهذا مباشره كيأثر على لا برودكسيون اللي هي الانتاج، ومباشره كيأثر على لا ليفريزون ديال الكليون. فهاد الشيء هذا هو الدور الرئيسي ديالو، هو ان الا كان عندنا جيستيون ستوك مزيانه فما عمرنا غادي نوصلوا للصفر، وما عمرنا غادي نوقفوا الانتاج ديالنا، وما عمرنا غادي نوقفوا لو كليون ديالنا. وكيف ما قلنا كيحمينا فاش كيكون فرق ما بين العرض والطلب، يعني فاش كيكون مثلا الشركه ديالنا كتقدر توفر واحد الكميه اللي هي محدوده مثلا ك1000 بياسه في السيمانه، فاش الكليون ديالنا كيطلب لنا اكثر من 1000، فلا جيستيون ستوك كتحمينا اننا ما نوقفوش لو كليون ديالنا وما نوقفوش حتى حنا من الخدمه ديالنا. اولا سوتيان على برودكسيون، الدعم ديال البرودكسيون في اي شركه صناعيه. الدور ديال جيستيون ستوك كيدعم البرودكسيون الانتاج في اي شركه صناعيه، حيث كيوفر لنا جميع المواد اللي داخله في التصنيع ديال المنتوجات ديال الشركه، وكيخلينا نتجنبوا لي ريبتور اللي كيتسببوا في خسائر، وباش نكونوا يعني باش نوضحوها بصوره واضحه في التصنيع كيوقف. ثانيا اميليوراسيون دي فلو لوجيستيك، لا جيستيون ستوك كدير لنا واحد التدفق او واحد سيركولاسيون مرنه ديال السلع ما بين لي فورنيسور لي زونتروبو لي بون دو فونت اكسيتيرا حتى كتوصل السلع لعند المستهلك. فلا جيستيون ستوك كتعاوننا اننا تكون واحد لا فلويديتي، تكون واحد المرونه في لا لوجيستيك. ثالثا لا كونتريبيسيون à la compétitivité، لا جيستيون ستوك كتمكننا اننا نقصوا من لي ديلي دو ليفريزون، يعني الليفريزون كترجع سريعه. هاد الشيء اللي كيعطينا واحد السرعه في الاستجابه على لي كوموند ديال لي كليون، اللي كتسمح باش تكون عندنا فرصه او لا نقطه قوه على المنافسين ديال الشركه في السوق. مثال، الا خدينا كمثال واحد المغازان ديال الاحذيه، لو جيرون ديال لو مغازان او المسير ديال هذا المغازان كيخصو يدير لا جيستيون لبزاف ديال لي تيب دو ستوك. اول تيب اللي هو لي شوسور دو فام اللي هما لي برودوي فيني اللي كنبيعوهم للزبائن مباشره. ثاني نوع د ستوك لي بواط دومبالاج اللي كنستعملوهم باش نحميو المنتوج فاش كنبيعوه. وثالث نوع د ستوك لي زاكسيسوار اللي كيقدر يحتاجوهم الزبائن باش يستعملوهم مع الحذاء ديالهم اولا مع لو برودوي فيني ديالهم. باش هاد لو جيرون يتجنب انه يكون عنده روبتور دو ستوك فاش كيكون الطلب قوي بحال البروموسيون او الاعياد، لو جيرون ديالنا كيخصو اونتيسيبي، يعني تكون عنده استباقيه على الخصائص او الاحتياجات ديالو باش يواجه هاد الصعود في الطلب. وباش يدير لا جيستيون افيكاس خاصو يجيب الكميه الكافيه، يعني ما يجيبش الزايد باش ما تديمونداش ليه السلعه. وباش يوصل هاد لو جيرون لهاد لو نيفو من طبيعه الحال غيحتاج ان سيستيم دو جيستيون دي ستوك انفورماتيزي اللي كيعاونو باش يقوم بالتتبع ديال الستوك في اي وقت بغا، ويعاونو ياناليزي لي بوزوان ديالو. فهنا كتبان لا جيستيون ستوك بانها كتساعد هاد لو جيرون هذا باش ما تضيعلوش السلعه وباش يربح بزاف، وباش يساتيسفي لو كليون ديالو، يعني اي واحد بغا شي صباط غادي يجي غادي يلقاه. كونكلوزيون اولا الخلاصه، لا جيستيون ستوك هي ماشي مجرد خدمه عاديه، بالعكس هي خدمه عندها بعد استراتيجي، حيت كتضمن كفاءه كبيره للشركه وكتعطينا واحد التوازن كبير ما بين الطلب والعرض، وكتوفر السلع اللي كتستعملهم الشركه باش تكون الشركه حاضره في السوق اللي كتخدم فيه. وباش اننا نقوموا بهاد لا جيستيون افيكاس كيخصنا نتقنوا بعض التقنيات وبعض الطرق اللي كيعاونونا نوصلوا لا جيستيون افيكاس دو ستوك.